ما ادري الامير نواف محمد كان يشوف مباراه المنتخب ولا يشوف مباراه اخرى، لان ابراهيم غالب يعني ما لعب المباراه. ثانيا احنا ما نحمل شخص بعينه، المنتخب ككل كان سيء. فابراهيم غالب لاعب كبير، لاعب في المنتخب الاولمبي، لاعب في المنتخب الاول، يعني شيء غريب لكن متعودين احنا. الحين نادي النصر ما ينافسهم ومقلقهم، لين ان شاء الله لين بدينا ننافسهم ان شاء الله بنشوف اكثر من كذا، بس احنا نعرف الرد بعد. لماذا تأخر متجر النصر؟ يعني لو تشوف متجر الهلال وتأخر متجر النصر إلى بعد تقريبا سنة وزيادة، السبب؟ المفروض ما تسألني السؤال واضح. يعني كان نادي النصر موقع مع شركة أخرى لين فسخنا العقد وبعدين بدينا في المتجر، ولا كان من أول الحقوق موجودة لدى شركة أخرى. سمو الأمير، الملاحظ في المتجر اللي لاحظناه ما في ولا صورة سمو الأمير فيصل بن تركي في المتجر. شوف، فيصل بن تركي ما هو نادي النصر. طبعا احنا وضعنا صورة المغفور له بإذن الله الأمير عبد الرحمن بن سعود، لأنه هو رمزنا دائما على مدى إن شاء الله السنين إلى نهاية العالم، هو رمز نادي النصر. ثانيا يعني لاعبيننا هم المفروض يكونون في الصور، إن كان لاعبين قدامى أو لاعبين جدد. فيصل بن تركي ما هو رئيس النصر لمدة يعني 10 سنين 15 سنة، ولا حققنا هذه الإنجازات اللي يعني اللي أحط صورتي. ثانيا يعني الحمد لله أنا مقتنع أهم شيء إنه يكون المتجر يعني مفيد لجماهير نادي النصر. فوضع صورتي أو ما أوضع صورتي هذا شيء يعني ما يعني لي شيء. يعني أهم شيء وجود المغفور له بإذن الله الأمير عبد الرحمن بن سعود ولاعبينا القدامى ولاعبينا